عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. موضوع فيديو النهاردة مهم جدا، وهو مشكلة بتواجه بنات كتير جدا جدا. في بنات كتير ما بتعرفش تنزل من غير ما تحط ميك اب وكونسيلر وبيز وحاجات كتير جدا على البشرة بسبب الهالات السوداء. ان شاء الله النهاردة هحاول اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، اللي هو الهالات السوداء، وان احنا ازاي نتخلص من الهالات السوداء في اسرع وقت ممكن. بس اهم حاجة مطلوب منكم الصبر 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 والمداومة في العلاج. احسن حاجة طبعا بتعالج البشرة عموما، واي حاجة تخص البشرة وتخص الشعر، المنتجات الطبيعية. المنتجين بتوعنا اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة اللي بيعالجوا الهالات السوداء هو زيت اللوز الحلو وفيتامينز اي. طبعا عارفين ان فيتامينز اي بيعالج حاجات كتير جدا في البشرة، وانا عن نفسي بستخدمه في حاجات كتير جدا في البشرة، ومن اهمها الهالات السوداء وندبات الجلد. ونفس الكلام هو فيتامينز اي. وطبعا المفروض ان احنا عارفين ايه اسباب الهالات السوداء، فياريت نتجنبها. انا مش هطول عليكم في الفيديو علشان اكيد كلنا عارفين ايه اسبابها، وهي ظهرت لنا من ايه، وهل دي وراثة او من حاجة معينة. فياريت نحاول نتجنب الحاجات اللي اكتشفنا ان جات لنا منها الهالات السوداء، ونحاول ننتظم على العلاج. طبعا دي المفروض ان هي كانت العلبة دي كان فيها مناديل اللي هي بتاعة طلاء الأظافر، ودي كانت عبارة عن القطن اللي هو بنمسح منه المكياج، اللي هو القطن المدور العادي، وقصيته حتت صغيرة بحيث ان هو يبقى تحت العين بالحجم الصغير اللي انا المفروض هستخدمه بيه. وهنيجي نشوف مع بعض هنعمل ايه بقى في الحاجات دي كلها. اول حاجة انا هعملها هاخد كبسولة من فيتامينز اي زي ما انتم شايفين. فيتامينز اي دوت المفروض ان هو 1000 فيه منه 500، فانا لو هستخدم ال500 يبقى هفتح كبسولتين، لو هستخدم ال1000 يبقى هفتح كبسولة واحدة. دوت الفيتامينز انا هسيبه زي ما انتم شايفين، هو كبسولة جيلاتينية رغوة كده. وهنيجي لزيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو مشهور جدا 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 بعلاج الهالات السوداء، دي حاجة هو بيتميز بيها اصلا. طبعا المفروض ان انا هحط منه كمية بسيطة هنا كده في العبوة دي قبل ما بستخدمها. هي المفروض ان هي كانت بتاعة مناديل طلاء اظافر، وانا عجبني شكلها فقلت استخدمها في حاجة معينة اللي هي الهالات السوداء. طبعا هحط في العبوة دي زي ما انتم شايفين كمية من زيت اللوز. وطبعا اللوز زيت لوز حلو مش زيت لوز مر، خدوا بالكم يا بنات، لان هو في نوعين زيت لوز. هي دي الكمية اللي انا اخدتها تقريبا معلقة كبيرة. وبعدين هاخد الكبسولة بتاعت زيت فيتامين اي هفتحها كده زي ما انتم شايفين بمقص. طبعا الحاجات اللي انا بستخدمها الحاجات تخص البشرة بخصصها ليها، يعني انا المقص دوت مخصصة للحاجات دي فقط، ما بستخدموش لحاجة تانية زي ما انتم شايفين. فتحت طبعا الكبسولة وبفضيها كلها. تمام، انا كده فضيت الكبسولة كلها، ما بقاش فيها اي زيت خالص. بنفس الكبسولة بقى علشان ما زودش ما لوثش المنتج بتاعي اللي هو الزيت، بقلبهم كده. عايزه اقول لكم ان الفيتامين اصلا تقيل جدا. تمام، وبعدين كل اللي انا هعمله خلاص انا دي كده هتخلص منها، هتأكد بس اذا كانت هي نزلت كلها ولا لا. وبعدين المناديل بقى سوري القطن اللي انا عاملاه ده، هي المفروض ان القطنه زي ما انتم شايفين كده انا هقسم القطنه الواحده على العينين، بحيث ان انا الكميه اللي انا عاملاها دي انا عاملاها عشان تقعد معايا اسبوع. يعني انا المفروض ان دي القطنه الواحده هستخدمها للمرتين، بس طبعا مش هحطها
من المكان اللي هو فيه الشعيرات ده. لما اجي احطها على عيني بحطها من المكان اللي هو الناعم دوت اللي مفهوش شعيرات. مش عارفه واضح قدامكم في الفيديو ولا لا. وبعدين هفتحهم كلهم كده زي ما انتم شايفين وبظبطهم. بعد ما فصلتهم من بعض زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. اي حاجه هتستخدموها للبشره لازم اكون معقماها كويس قبل ما استخدمها. طبعا زي ما انتم شايفين كل اللي انا هعمله بعد ما فتحتهم هنزلها حاجه بسيطه كده في الزيت وهحطها في اللي قدامها، وبعدين هكملهم كلهم. بعد ما عملتهم زي ما انتم شايفين وحطيتهم في الزيت زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، طبعا انتي مش بتغرزي قوي وما بتكونش القطنه غرقانه بالزيت، هي القطنه بس زي ما انتم شايفين كده تبقى مبلوله حاجه بسيطه. بضغط انا بقى عليهم كلهم بحيث ان انا امزج الزيت فيه كله يبقى واصل للقطن كله باطرافه كلها وما يبقاش غرقان. تمام، انا كده خلصت القطن بتاعي. ولما اجي اخد واحده هلاقي واحده بوحدتها عادي جدا منفصلين عن بعض، لان انا رصاهم مش حطاهم متكومين كده وخلاص. تمام، هنيجي بقى للخطوه المهمه جدا، وامتى انا بحط القطنه دي على عيني. القطنه دي يا بنات انا بحطها قبل ما باجي انام. بغسل وشي كويس جدا وبنشفه، وبعدين بحطها على عيني في الاماكن اللي فيها الهالات السوداء فوق العين او تحت العين او حوالين العين كلها. وبعد ما بعمل الحركة دي بعمل ايه، بجيب زي شريط او طرحة او استك وبحطها على عيني بغمض عيني، وبعدين بحط عليها الشريطة دي وتحتها طبعا القطنة وبنام على كده. لو صحيت الفجر بقى، لو صحيت الصبح، يفضل طبعا ان انت تسيبيها لحد ما تصحي الصبح وبتكرري العملية دي يوميا، وان شاء الله ان شاء الله هتلاقوا نتيجة مهمة جدا ونتيجة هترضيكوا جدا وهتدعولي. وعايزه اقول لكم ان النتيجة دي مجربة من ناس كتير جدا، وناس كتير قوي شكروا فيها لما جربوها. وطبعا لازم لما تحطيها تغطي عينك علشان انتي كده بتكتمي الزيت، بتخليه يدخل اكتر للجلد، وطبعا النتيجة بتكون اسرع. وحاولوا ان انتوا تمشوا على النتيجة دي يوميا وتكرروها يوميا لمدة اسبوع او اكتر، وتداوموا عليها لحد ما توصلوا النتيجة ترضيكم. واتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو تابعوني وما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.